السلام عليكم الأصدقاء وكذلك الأمهات والآباء، ونتمنى يا ربي على أن الأمور ديالكم تكون مزيان. كما شفتوا معايا في العنوان ديال هذا الفيديو هذا اللي هو التسجيل في منحة التعليم العالي. أول حاجة غادي نبدا بها هو أنه هذا العام هذا واحد العام اللي هو استثنائي. علاش؟ لأن التسجيل في المنحة كان ديجا كيبدا تقريبا في الآخر ديال شهر 5. كان البروسيس او العمليه ديال التسجيل ديجا باينه وواضحه، واخا كانوا فيها بزاف ديال الحوايج اللي خاص الواحد يرد لهم البال، لانه خطا واحد في المعلومات اللي كتدخل كيضرب لك داكشي كامل في الزيرو. وبزاف ديال الاصدقاء ما كتخرجش لهم المنحه بسبب اخطاء في التسجيل. هذه النقطه الاولى. هذا العام هذا تزادوا حوايج تاع اللي هما جوج حوايج كما شفتوا معايا في العنوان ديال هذا الفيديو هذا: السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد. عارف على انه بزاف منكم سمع هاد الجوج هادو بزاف، خصوصا في الشهور اللي قبل. هاد الجوج هادو اللي انا غادي نشرح لكم كل حاجه وشنو الدور ديالها. ضروري على انك انت ولا انت والام والاب والاخوه ديالك والعائله ديالك خاصهم يتسجلوا في هذا البلان هذا، باش تقدر انت ولا انت اللي دوزتي الباك ديالك، يا اما خديتي في الدوره العاليه ولا غتاخذ في الدوره الاستدراكيه، باش تقدر تسجل في منحه التعليم العالي. غتقول لي يا اسامه علاش؟ اوكي، انا غنشرح لكم. دونك كي قلت لكم في الاول، تسجل في المنحه كان البروسيس ديالو باين. كنتي كتدخل واحد السيت سميتو منحه بوايما وكتعمر. هذا العام زاد واحد جوج حوايج اللي هو السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد. قال لكم كما كتشوفوا معايا دابا، باش تقدر تسجل في المنحه خاصك ضروري على انك تسجل في السجل الوطني للسكان، زائد تسجل في السجل الاجتماعي الموحد. عاد ديك الساعه غتقدر تسجل في المنحه. السؤال اللي غطرحه دابا: علاش ضروري نتسجلوا في هاد الجوج هادو؟ دونك كنسجلوا في هاد الجوج هادو باش كيكون عندنا واحد المعرف رقمي. انا كواحد باغي يدفع وكيتمنى على انه يستافد من التعليم العالي، كيكون هذا المعرف الرقمي بحال رقم ديال لاكارت اللي كنعرفوا رب الاسره والابناء ديالو، الوضعيه الاجتماعيه ديالهم. لانه شحال هذا الاصدقاء كان المنحه باش كيعرفوك واش غيعطوك المنحه ولا لا، كتمشي للعماله والعماله كتمشي القياده المقدم، عاد كيعرفوا شكون هو داك فلان وشكون هو الاب ديالو فاش خدام، باش كيعرفوا الوضعيه الاجتماعيه ديالو، باش كيقرروا واش غادي ياخذ المنحه ولا لا. هذا العام هذا هادشي كامل تحيد. دونك ولاو جوج حوايج هما اللي غيحيدوا او هما اللي غادي يحدوا واش غتخرج لك المنحه ولا لا: السجل الوطني للسكان كتسجل فيه انت والاسره ديالك، زائد السجل الاجتماعي الموحد كيسجل فيه رب الاسره وكيضيفكم نتومايا يعني كابناء والزوجه الى اخره. يعني في السجل الاجتماعي الموحد من ديك الساعه كتمشي نتايا وكتسجل في البوابه ديال منحتي بوا ام. عارف على ان هذا الشيء هذا تقدروا على انكم تكونوا ما فهمتوش مزيان. هذا الشيء راه عادي لان هاد الحوايج جداد. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه هو بغيت نقول لكم ان هذا الشيء كامل اللي قلت لكم دابا: السجل الوطني للسكان، السجل الاجتماعي الموحد، ومنحه التعليم العالي، كاملين غادي نشرح لكم ان شاء الله كيفاش تقدروا تسجلوا فيهم. الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه موجهه للاصدقاء اللي كيبان لهم هادشي غيدير لهم بزاف ديال الوقت وغادي يخربقهم ويقدروا يديروا اخطاء، والاولى بغاو اننا حنايا نتكلفوا اليوم بهذا الشيء هذا. بغيت نقول لكم انه درنا هذا السيرفيس هذه اللي هو واحد الباك سميتو باك منحاتي. شنو فيه؟ ركزوا معايا الله يرضي عليكم باش تقدروا تستافدوا منه، لانه فريمون بلايص محدودين ديال الناس اللي غنتكلفوا اليوم، لانه فيه بزاف ديال الخدمه. غنتكلفوا نسجلوكم في السجل الوطني للسكان، ماشي غير انت والعائله ديالك، ما كيهمش عدد الافراد اللي كاينين في العائله. الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه هو اننا غادي نسجلوا رب الاسره وانت والاخوه ديالك والام ديالك والعائله الصغيره ديالك اللي سجلناهم في السجل الوطني للسكان بعد ما توصلوا بالمعرف الرقمي في السجل الاجتماعي الموحد. هذه الحاجه الثانيه. والحاجه الثالثه اللي داير عليها هذا الفيلم كامل اللي هو اخويا ولا اختي، غادي نتكلفوا كذلك وغادي نسجلوكم في منحه التعليم العالي. يعني انت ولا انت الاب ولا الام اللي كتفرجوا فيا دابا ما غديروا والو من هذا الشيء كامل. انا غنقادوا لكم المسائل ديالكم، غادي نوريكم الاجراءات كيفاش، يعني شنو غدو معكم مقاطعه الى اخره. هاد الروينه هذه كامله ومن بعد نسجلكم في المنحه. واهم حاجه ان هذا الشيء غادي يكون مضبوط 100%، لانه كاين بزاف ديال المراحل كنخدموا بهم كالمرحله ديال الفيريفيكاسيون الى اخره، باش كتكون المعلومات مضبوطه. هذا الشيء كامل جمعنا في واحد الباك اللي الثمن ديالو 350 درهم، اللي هو واحد الثمن ماشي مناسب، جد مناسب، لانه غير السجل الوطني السكاني يقدروا يكونوا الافراد ديال العائله 5 6. دونك كنهضروا على واحد ساعه ونص ديال التقياد ولا اكثر، وخاص داك الشيء يكون مضبوط. وهذا الشيء هو اللي مهم لينا صراحه. دونك الا كنتي مهتم وبغيتي تستافد من هذا الباك ديال منحتي اللي الثمن ديالو 350 درهم، قلت لك غنسجلوكم السجل الوطني للسكان، السجل الاجتماعي الموحد، انت والافراد ديال العائله ديالك، وغنزيدو نسجلوك في المنحه، وغيكون داك الشيء مضبوط 100%.
غتلقى واحد الاستماره اسفل هذا الفيديو هذا، غادي تعمرها. انا غادي نتواصل معاك وغنوريك كيفاش تقدر تخلص المعلومات اللي غادي نحتاجو منك، وغيبدا الفريق ديالنا ان شاء الله على انه يسجلكم. غنعاود نقولها مره اخرى، التسجيل في المنحه حاليا مازال ما تلونساش بالشكل اللي هو رسمي السيت، يعني مازال ما تفتحش. دونك خاصكم تستغلوا هذا الوقت وتقادوا هذه المسائل هادو. اللي مهتم غتلقاو واحد الرابط غتدخلوا ليه، غتلقاو فيه فيديو كنشرح لكم طريقه التسجيل، كيفاش تقدروا على انكم تعمروا عفوا الاستماره، كيفاش تقدروا تخلصوا، وديك الساعه حنا غنبداو معكم الاجراءات ان شاء الله. هذا ما كان الاصدقاء. وبالنسبه للناس اللي ما غيقدروش على انهم ينخرطوا في حال هذا الباك هذا، كي وعدتكم غادي نشرح لكم طريقه التسجيل في السجل الوطني للسكان، في السجل الاجتماعي الموحد، واخيرا في المنحه ديال التعليم العالي. والهدف ديالنا هو اننا نعاونوا الاصدقاء وفي نفس الوقت الناس اللي بغاونا حنا نتكلفوا لهم ونقدموا لهم خدمات اللي كتكون مدفوعه وكيكونوا فيها مجموعه ديال الامتيازات. هذا ما كان الاصدقاء. نتمنى هذا الشرح يكون واضح. تبارك الله عليكم، وتهلاو وبارطاجيو وخلوا لايك واشتركوا في القناه باش ان شاء الله ما تزقلوا عليكم والو. كان معكم اسامه من قناه توجيه تكنو. تهلاو ليا في راسكم وتهلاو.